وهي طلبت نسلمك القلعة وليكن جماعتك جواتها بدون أروشة. يعني هيك أخذتها على بارد المستريح. فيك تفهمني جنابك شو المطلوب منا؟ بدي تسلموني ابن الجوربجي حتى ينال عقابه. وإذا قلت لك إنه هالشغلة مستحيلة؟ جربوا وساعتها منشوف. يعني هذا آخر كلام عندك جنابك؟ بفكري الشغلة مو مستاهلة نقوم البلد وما نقعدها. ولك صرماية ابني بتستاهل أكتر من هيك. شوفي لك مستحلي صرماية ابن الباشا كل القد. العمى بقلبه على قلب ابنه. لك حبيبتي هي ترباية إلنا، ترباية للشام كلياتها، مشان ما عاد حدا يسترجي يتطلع مرة ثانية بابنه أو بحدا بجماعته. ولي على قامتي، شوفي الصبي، لك رح يندعس. لك بعد يا لك حدا يشيله. انزلي على قامتي. لوين؟ ايه لوين؟ لك تعالي شوف شو بار فيتك طايره لبرا مثل مجنونه. في صبي دعسه حصان برا. ايه ونحن شو دخلنا؟ هاتلي حمام. لوين جايبتي لي هالمصيبه هي؟ بعد من خلقتيك. يا ترى عن حقها حيودي؟ ان شاء الله. يا لطيف ايش كان عملت معي هالمعروف وحطيت راسك ومتت يا موفق باشا. يا لطيف قديش رح حبك ساعتها. يا باشا يا ابن الباشا. معناته ناوي على الشام، ما في كلام. هذا الظاهر يا جناب الباشا. فوتت ابراهيم على بيروت وصيدا والبقاع. مو الله. عقيلي اغا. امرك يا باشا. تروح لعند الجوربجي وبتعرض عليه صلحة، وقد ما بتقدر تحصل منه شروط بيكون عفارم عليك، وإذا عصلج معلش وافق له على اللي بده إياه. بأمرك يا باشا. خلوا هالغيمة تمر على خير وبعدين منتفاهم. وشو معناته هالحكي أحمد بيه؟ معناتها كملوا ولا تخافوا. مولانا محمد علي باشا معكم وجاهز لأي شيء بتطلبوه. خلصت عمي، خلصت هي، فضت وحكمت. منقول الله عليهم. اي والله عليهم.
يلا أبيك. وحكومة جلالة الملك، حكومة بريطانيا العظمى، وراك بكل تقلع يا جناب الباشا. انت بس أشر، ارفع اصبعك وأشر. والله لخلي الدم للركب، والسلامي بدهم يدفعوا. اعتبارا من اليوم كل راس بالشام بده يدفع سلامي غصبا عنهم كلهم. وينك يا حبيب قلبي وينك؟ حبا، حدا شاف حبا؟ شفتوني حبا؟ حبا دخيلكم يا حبيب قلبي وينك يا حبا؟ شفتوني حبا؟ شفتوا حبا؟ يا ويل عليك يا بنيتي، يا ويلي يا ويلي يا حبا، حبا يا حبا، يا ويل عليك، يا ويل عليك، يا حريد انا بسبق عليك يا صغير. حبا يا حبا، شفتني حبا؟ شافوا حبا؟ وين رحت يا حبا؟ هلا كلها مشان سرماية الباشا. دماء ثكلى على ولفها، وقلبي على حصونها دار الدنيا ولفها، ودهري حبال الهم رقبتي لفها. قلبي ضنين العيش، قلبي ضنين العيش من غير زاد وماي، مهدود من الخيل مرمي كجمل الماي، محزون منك يا دهر ودمعي سواقي ماي، الدنيا تحرق مهجتي ما يوم أنا والفها. انت مالي ايدك من الشغله يا ابي؟ متاكد منها تمام؟ ايه يا ابي ايه، انتوا اعملوا الفكره اللي قلت لكم عليها، وشوفوا شلون رح ينشوى شوي هو وعساكره بالقلعه. طيب الله يقدم اللي فيه الخير يا رب. وحياتك لك فياض، ورب العالمين شاهد على حكي، معوضه ومردوده وبتاخذها من الشواربي. شلون هي اغا؟ هي ما فهمتها، فهمني اياها قبل ما فوت هالفوتة. الله يرضى على اسمه. لا تاكل هم موسى، لا تاكل هم، كل شيء مرتب، كل شيء مدوزن. ابنش اعلن معنا، ولا تنسى فوتة ابراهيم باشا هذيك الفوتة على بيروت وما بيروت والصيدا وما صيدا، وهذيك الايراني
خلت سليم باشا قاعد عم يرجف قصب هلا، نحن شو بدنا اكثر من هيك؟ ريح ابي ريح، قوم لك قوم تعال. اهلين يا اغا. اهلين بالاغا. يا اهلين وسهلين، ضوء المطرح ابي شرفوا بشرفوا شرفوا. عسى رب العالمين هدى النفوس يا اغا، لعلنا بهيك ظرف نحكم عقلنا وضميرنا ونخلي الناس بعاد عن مشاكل الكبار. ان شاء الله سيدي، ان شاء الله ان شاء الله. بس نحن لساتنا عن شرطنا يا عقيل يا اغا. المدافع بتطلع برات القلعة، مو كل ما عنا على باله الباشا بينصبها وبينزل سفق بالخلايق. طيب وين بده يروح فيه؟ وين ما بده، بس برات القلعة الشام مليانة بساتين وخرايب، يلاقي له شي زريبة يخفيهم فيها. شو صار لنا من الصبح عم نحكي يا اغوات؟ عقيلي سمعت من احمد بيك مثل ما سمعنا. الحاصل عمي سلاح الجنك بيطلع برات القلعة وخلصنا. ما ظنيت الباشا يوافق على هيك شرط. سيدي يصطفي معه من هلأ لبعد صلاة العشاء. إذا كان ما وافق على هالشي بيكون عنا شروط جديدة. بيطلع لي يحكي يا عقيل يا اغا. تفضل. الخلق بدها تعيش، وإيش كان كل يوم والتاني بدنا نعمل لهم فرتوكة وحرب وجناك، الناس رح تطفش وتكره البلد، لك وتكره حتى أسامينا. الله محيي أصلك. عمي سلاح الجنك بيطلع كلاته برات القلعة، ما بيضل جواتها قطعة وحدة، هذا آخر كلام. وسلامة ما رح ندفع، لا برغوت لا بشلك ولا متليك، ما رح يلوع شي، لا الباشا تبعك ولا غيره. وفهموا اياه هذا الحكي للباشا. هاتوا لنا ضيافة. وحياتك يا أمي خنقتها هيك، خنقتها. وحياتك ضليتني اكبس على خوانيقها، اكبس لحتى طلعت روحها النسة من دفة صدرها. حبا يا بنيتي يا حبا، وين رحتي؟ والله صوتها بيقطع القلب. شو هاد؟ الله يرد لها اياهم بالسلامة. كأنه هالجماعة ظراف، ما أمي؟ أمي هلأ أنا لازم روح، طالع على ديوان مهم كتير قد ما تقولي. بدي أتركك لحالك شوي. أمي ادعي لي. ادعي لي يا أمي. يلا دخيلك يا عذرا، رديني بنتي، دخيلك يا عذرا. لا حول ولا قوة إلا بالله. وينك يا حبا؟ الله يرد لكم إياه بالسلامة يا حق. خدوا بنيتي وراحوا يا خيا، وين الاقي احلى بنيه؟ حبا دخيلك يا عذرا، رديني بنتي، دخيلك يا عذرا، رديني بنتي. وينك يا حبا؟ خدوا بنية وراحوا يا دلي، قلبي مشعرق يا دلي. حبا ليش هيك عم بيصير معنا يا ربي؟ ليش والله ما بنستاهل كل هالشقاوة والتعتير والقهر. شو عاملين لله نحن؟ شو عاملين؟ وكلي الله يا عم برهان، وكلي الله، الحمد لله اللي هيك مو غيره. ليش شو صفي غيره؟ شو صفي غيره؟ هديك ماتت وهذا جدبه وماشي، ولا فيضنا حرم منظمة. ولي علي قولي الحمد لله، قولي الحمد لله. شو في أكتر من هيك يا كرجية؟ شو في أكتر من هيك؟ يا
يا ام برهان يا ام برهان، الحمد لله ليكو رح يصير عنده ولد اعوذ بالله على الحكي. انت شو واقفه عم تساوي هون وليه؟ نلعي لبرا. حاضر طالعه. شو بنا امي؟ خفيها شوي على المخلوقه. ما بكفي الله اخذ لها حقها على اهون سبب؟ اصلا كله هذا اللي عم يصير خطيتها. نعم نعم. شو تفضلتي فوزيه خانم؟ امنتو بالله. ايه امي، ايه خطيتها، ولا يعني ما بيعرف الحق غير القاضي؟ يخرب بيت قلبك يا فوزيه، بدي العن ابو اليوم اللي شفتك فيه. خلصنا بقى امي، خلصنا. لسه يا بدك تسكتيني يا بدك تقلعيني، ولسه هلا كمان جايه تضربيني. ولك اصلا كل شيء عم يصير بهالبيت هاد من تحت راسك انت. ايه، من خالتي ام شعلان لسكينه لفياض لبرهان لكل شيء، وانت يا من تراكي نازله دلال بالشباب وعم تدللي بالشباب. بس نحن اللي لازم نضل ساكتين وسادينه لحلقنا. هذا كلياته خطيه البنت اللي بدك تطرحيها. وان عجبك هالحكي ولا ما عجبك؟ كرجيه هلا هي اللي كانت واقفه هون، هي فوزيه بنتي انا. طولي بالك تقبريني، طولي بالك. كمان هي بتكون مقهوره ومحروق قلبها. اخواتها هدول ام برهان، اخواتها. لك شمتانه فيهم، شمتانه باخوها العايبه. يا خانم لا، ما حلوه تطلع منك هالكلمه. كمان هي بتضل بنتك. يا رب يا كريم يا رب. يا رب انت تحميهم، انت تحميهم يا رب. معقولة لك شلة؟ معقولة يموت ويترك لك كل هالرزق؟ إن شاء الله يا رب، بس هالطلب. طيب وش كان ضل طيب؟ شو بدنا نعمل ساعتها؟ والله يا شلة لازم تعمل جهدك تخليه من الأموات. موفق باشا ما لازم يبقى من الأحياء بنوب. إيه والله ما بيجوز. شو يبقى من الأحياء؟ بس كأنه الضرب اللي أكلها آتورية. يا رب. شو صار معكم؟ طلعت بنت مو صبي. لك ايه احسن؟ بيقولوا البنت رزقها. هلا كل شيء عندك بتحوله لمصاري وقروش. ليش انت شلون بتحسبيها يا بعدي؟ ما بعرف. بدك شي جوريه؟ سلامتك تقبريني. شلة، تعال شوف وشها ما أحلاه مثل القمر. مبين عليها فلجي. بس بدك تعمل حسابك، هي مو للخان وشغل الخان. ها بالله شو بدك ياني اعرفها واصرف عليها دم قلبي مشان بالاخير ستتها واعملها غايه؟ بعدين الله يرضى عليكي، من يوم ورايح لما تنيمي على سريري. لاقي لها اوضه ثانيه تنام فيها، ويا ريت تكون بعيده عني كمان. من بكره الصبح بينزل عبد الله المحصل على البزوريه وبيبلش يلم السلنامه غصبا عن اللي بيرضى واللي ما بيرضى. مفهوم؟ الله محيي اصلك يا باشا، الله محيي اصلك، وربي يشفي لك الباشا الصغير بجاه كل مين إله جاء عند رب العالمين. امين يا رب العالمين. يعني خلاص يا باشا، ما بقى نطول بالنا ونخطط ونسمع لهيرمن وغيره وغيراته. خلاص طقت واحترقت وما عاد فيني اصبر اكثر من هيك. ومن اليوم ورايح ما راح يشوفوا مني غير الحديد والنار، السيف والنار. قسما بالله قسما بالله لخليكم تمشوا تتلفتوا وراكم يا اهل الشام. انا بفرجيكم. شو بفهم من هالحكي جنابكم؟ فهم اللي بدك اياه واللي بيريحك. هذا اخر شيء عندك؟ اي نعم، وغيره. يعني انتم ان شاء الله مفكرين رح تاخذوا هيك مصاري وانتم قاعدين مرتاحين ومادين رجليكم؟ ها؟ ولما بنطلب منكم شغله بتقولوا هاي منساويه وهي ما منساويه؟
هذا الحكي ما بيصير. احنا لما حدا بيقول هو معنا ونحن معه خلص، يعني لازم ينفذ كل شيء بنطلبه. ايه بس يا جناب القنصل انتم ما طلبتوا منا شيء. ايه بس انتم طلبتوا ونفذنا لكم. ونحن قاعدين عم نستنى طلباتكم. ايه انا مو ناقصني شويه مايعين وصايعين يشتغلوا معي، ولا ناقصني هيك اغبياء يستنوا تعليماتي. زين كلامك احسن ما خلي راسك قدامك يفتل فتل. ها انا حيوان. اطلع لبرا انت وياه، خلص الاجتماع. الي؟ عم تقلعني الي؟ ايه انت وياه، وبس تكونوا مستعدين لتشتغلوا من قلب رب بتعرفوا طريق البيت لهون. يلا مع السلامة. بس لا تروحوا من طريق باب شريف. خليكم من برا لبرا، بعد شوي البلد بدها تقوم وتقعد. خايف علينا يا بي؟ بضل في بيناتنا خبز وملح، بس أنا بأكد لكم يوم اللي بتكونوا مستعدين لخدمة بريطانيا العظمى راح تلاقوني جايكم نص الطريق. وانتم بتعرفوا الطريق لهون. مع السلامة. شلون بدي اروح لعند امها؟ شلون بدي اروح على البيت وحبقى مالها معي؟ شو بدي اقول لامها؟ شو بدي اقول هالقلب اللي عم يرفرف في صدري مثل الطير المذبوح؟ وكل الله ابو عيد، وكل الله الا بتلتقى وبترجع. لك يا خوفي ليكم، لكل حدا غاطفها. لك وكل الله ابو عيد، ما حدا بيشيل الهم من قلب صاحبه. ليش الناس حسنانه تربي اولادها لحتى تسرق اولاد العالم وتربيهم؟ قديش بتمني صدقك يا زمك، قديش بتمني انه قلبي صدقك، بركي بتنطفى ناره. لك انا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أخي من بكرة الصبح بننزل على السوق الطويل وبنكتو نكد، ما بنخلي أرنب الشام إلا ومندور فيها، وبإذن الله وبإذن واحد أحد ما بنرجع إلا وهي معنا إن شاء الله. دخيلك يا عذراء، يا أم المظلومين والمقهورين، احميها يا عذراء، دخيلك. قوم أبو عيد، قوم خلينا نوصلك على البيت. قوم كمان، هديك أمها بدها مين يقعد جنبها. الله يكون بعونها، يا ريتني روح فدا طفل الرجل هذا صغير. ايه شرف ايه، صلي على النبي، صلي على النبي. كل امي شو هالصوت هاد؟ بدنا نقضي الليلة كلها على هالصوت. استغفر الله العظيم. اللي علي على هالصوت، شو عم بيصير فيني يا رب؟ هيك كان يصير فيك مشان عباس؟ ما كنت قدرانة تبكي ولا تنوحي؟ أمي كل هالنواح والصراخ كان جواتك وكنت مخبيتيه. أمي قولي. كطوفان بسفينة نوح، حولت جيش الهجر يمي وصرت تنوح أتمنى. وإن شاء الله بكرة بتكبر وبتصير شاب، وتصير بتفهم إنك ما تسمع صوت قلبك وبس، لا، اسمع صوت عقلك كمان. اسمع وشوف شو بيقلك. بس انت سمعتي لصوت قلبك. مزبوط، وهي النتيجة قدامك. هربانة من كل الدنيا، لك حتى اللي هربت من شانه تاركني وناسيني ومشغول بألف قصة وقصة.
هلأ صار عنده كل شيء أهم من صفية. مو غريبة هي؟ يعني أبي لما تركنا وراح على فلسطين كان عم بيفكر بقلبه ولا بعقله؟ لا والله تقبرني، كان عم يفكر بحاله وبس، ولا ما كان ترك ولدين مثل النقطة بالمصحف وحمل حاله ومشي. شو؟ كأنه عم يعن على بالك؟ مين قصدك؟ أبي؟ مدري ليش أنا صرت حس أبي مثل شعلان تبعك. قالنا إنه رايح على فلسطين مشان يدور على رزقته، مشان نحسن وضعنا. والظاهر إنه هو كمان انشغل بشيء أهم من ولاده. لك تقبر قلبي، إن شاء الله بكرة بيرجع أبوك وبتشوفه وبتقضوا عمركم كله معاتبة. تعال تعال قبرني. بعتوا المحصل على البزورية؟ تمام يا فندم، صار بالبزورية. استعنا عشاء بالله، استعنا عشاء بالله. الحقوني لشوف. خلاص الباشا نوى على حاله وبلش يحفر قبره بإيده. ونحن يا شيخ محروس شو نساوي؟ حنستنى لنخلص عليه، ساعتها ببلش شغلنا. وبدي اياكم تكونوا جاهزين انتو جماعتكم. نحن اللي جاهزين مولانا. لك الله محيي اصلكم. عم بالمكتب شو صاير لكم؟ هي ضريبة مولانا السلطان؟ ان شاء الله مفكرينها لبيت اللي خلفني. انت وين محلك؟ ليكو قدامك. وشو اسم جنابك؟ شو اسم جنابي؟ اسمي جوني. وانا طهني. وانا عبد الله. وانا سليم باشا سجل حدك. خلاص ولك خلاص. يعني لين الذوق يا شعارية يا مبهدلين. والله صار لكم لسان صرتوا تحكوا وعم تتمسخروا علينا. ولك نحن من يومنا عنا لسان ولا ايدين كمان. ولك عم تهددني. لك يا حاجة بقى حاجة. لك شبعنا فقر وذل وجوع. لك شو بدكم معاه؟ لك شو بدكم؟ بدنا نروح. لك تاخذوها وخلصونا. لك شو بدكم؟ عمي سلنامة ما حندفع، وابو روحوا بلطوا بردا. يا اخوان هي ما بتجوز على المسلم. هيك مين عم يحكي على الاسلام ليه؟ عمي حبيبي يا ناس يا اهل المروه ولك يا اهل النخوه، هدول بدهم يذلونا بالسلنامه، هدول بدهم خلاص خلاص. لك عمي عذبونا، لك موتونا، سلنامه ما حندفع، ما بندفع، ما بندفع، ما بندفع، ما بندفع، ما بندفع، ما بندفع، ما هي لازم ترجع لعند أهلها. شلون يعني ترجع لعند أهلها؟ يا جورية لا تكوني مفكرة تتركيها عندك؟ ايه شو فيها يعني؟ يخرب بيت قلبك. أهلين بحبق. لك انتي مو حبقاية، انتي جرزة حبق بحالها. انصبوا المدافع وجهوها على البزورية والسوق الطويل. والميدان يا مولانا. والميدان كمان.
بتهدموا كل شيء، ما بتخلوا بالشام حجر على حجر. ايه شو يعني؟ ما كنا مفكرين الا سلاح ومدافع يا باشا. ايه عددهم كبير يا مولانا، شلون جمعوا حالهم ماني عرفان، كنا مفكرينهم برات الشام. جمعوا العسكر كلهم وفوتوهم على القلعة، ما بدي واحد منهم يموت على الفاضي بالزقاقات والحارات. وانا هيك رأيي يا باشا. يلا بوشكن، جمعوا العسكر وعلى القلعة. خذ عيالي حطهم شي قرن، ولا لك حطهم عند المفتي. بأمرك يا باشا. اكلوا الطعم يا ابا، كل رجالنا صاروا جوات القلعه. هلا حل الدبس لك موسى، هلا حل الدبس. هلا شعلوا القلعه. بدك كم واحد من القبضايات يقدر يصل لسور القلعه مشان يرموا النار جوات منا. عندي يا اخي بس انت امور. لك هي امرت ورجيني بدعك لشوف. لعيونك. لك ركز. لك دكوان. هم يحرقوا القلعة! طفوا النار! طفوا النار! خونة! كلاب! كلاب! خاين نار! خاين نار! اسلر! اسلر! والله رب الشام كله بهروسكم يا كلاب! خاين نار! اسلر! اسلر! لازم طلعك من القلعة يا باشا. لوين؟ وين ما بدك؟ وين؟ خدي لبيت نفسي. يلا 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 يا باشا يلا يلا. مولانا ممكن يفوتوا على البيت اجباري؟ لا لا ما بظن، انت فوت استريح واترك الباقي علي. شرف يا باشا. المزابل الرجال ببيتي يا جماعه. يستر العرض شيتك مولانا، خلينا نصفي حسابنا معه. ايه بس مو ببيتي. الله يستر. بيتك يا عمي، فتيلنا اياها الله يرضى عليك. فتيلنا اياها عليهم يلا. قتلوني انا بداله، انا بدال مشان الله. وقفوا لشوف. ما بدنا نأذي له بيته لجناب المفتي. روح هيك شوف، روح هيك.
هاي عيون سليم باشا. وها هات. روح. ايه خلي الدبس يحلى. شلونك سليم باشا؟ أما ما كان من أمر سليم باشا فقد احترق بالكامل وهو مختبئ في ليوان بيت المفتي، ومن حلاوة الروح صار يشلوش. خلصوني خلصوني ابوس ايدك خلصوني. لا 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 ابوس ايدك خلصوني 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 ابوس ايدك ابوس ايدك ابوس ايدك ابوس ايدك خلصوني خلصوني. أما ما كان من حال المدينة فكما يبدو أن بعض القوى التي كانت مختفية ظهرت إلى العلن الآن مستغلة الظروف، ومنهم جماعة الشيخ محروس الذين نجحوا في السيطرة على البلد بسبب هروب موسى آغا والجوربجي إلى جنابكم، بناء على نصيحتي لهما وبناء على وعد تلقيته من جنابكم بحسن وفادتهما وتقديرهما ليكونا عونا لنا حين تحقيق الحلم الأكبر. حرقوا كل شيء، حرقوا كل شيء، ما تخلوا شيء، حرقوا بير الكفر والفساد، حرقوا حرقوا بنوبكم سوا. وأما بخصوص القوات شيلي آغا خان الدكي، والذي كان في فترة من الفترات زعيما للمعترين والدراويش في البلد، فقد وجدت جثته قرب أحد البيوت المخفية وسط البساتين. لذا أرجو من جنابكم التعجيل في القدوم إلى دمشق، بل وأن يكون ذلك هو الأمر الأهم لديكم الآن، فالشام تستغيث يا مولانا، وكل رجاء مع أهل الشام، وكلنا أمل في أنكم ستهرعون لإنقاذ الشام من الويلات التي تعيشها الآن.